بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في الفيديو تاع اليوم. نهار جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا الاقتصادية والسهلة. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا مع بعض البيتزا البنات. عجينتها بزاف سهلة وتجي ما شاء الله البنات، تجي مقطنة وتجي ما تجيكمش معجنة، تجي علامة شابة. والحشو تاعها ثاني حسب اللي عندك في الدار. كما نعرفوا البنات البيتزا يعني كل وحده وكيفاش ديرها حسب مقدورك وحسب اللي عندك في الدار. راح نبداو البنات اول حاجه بلاصوص. هنايا كانت عندي حبات تاع طماطيش البنات، قطعتهم كما تشوفوا مربعات. ما كانش عندي بزاف، زدت معاهم مغرف تاع طماطم مصبره، وزدت معاهم شويه تاع توابل فلفل اسود وشويه تاع راس الحانوت. واللي تجيكم بيها البنات لاصوص تاعكم تجي بنينه وتجي تهبل، ديروا الزعتر البنات، ديري هكا كمشه صغيره. اذا ما عرفتيش كمشه كيما نقولوا حنا، ديري واحد زوج مغارف هكا تاع اكل تاع زعتر البنات، قيسيهم فما. وديري في صوص تاع ثوم حتى 3 ولا 4. هنايا البنات انا قلت لكم عندي الطماطس كان ما كانش عندي بزاف، عندي غير شويه. درت البصله البنات، درت حبه تاع بصل ثاني كما راكم تشوفوا، قطعتها رقيق. ودرت شويه، قطعتها مربعات. درت شويه تاع الزيت ونخليهم يتقلاو مليح مليح. من بعد نزيد لها واحد النص كاس هكينه ولا كاس تاع ماء، ونخليها طيب مليح البنات حتى تثقل. هذه هي لاصوص تاعنا البنات. قالت لي بنتي ماما ديري البصله، قلت لها خايتي تكونيش ساني، ندير البصله نورمال. نديرها ونخلوها طيب البنات، يعني حسب اللي عندك وحسب مقدورك. المهم تديري حاجه البنات وتفرحي فيها بيها وليداتك. حتى البصله كديروها البنات ما تبانش مع لاصوص هذيك مع الزعتر، مع ماهيش راح كاع تبان لك باللي درتي في لاصوص تاعك البصله. انا كي كان عندي شويه البنات زدت البصله باش تجي ياسره. هنا العجينه تاعنا البنات كما راكم تشوفوا، ندير ربع كيسان تاع الكاس تاع وليد البنات، ندير ربع كيسان تاع فرينه يكونوا معمرين البنات مليح، ربع كيسان تاع فرينه معمرين مليح. راح نزيد لهم مغرف تاع اكل تاع سكر. السكر البنات يعطيكم بنه هكا، تجي بنه شابه كما نقولوا حنا في العجينه تاعنا، تجيبين الملوحيه وتجيبين الحلاوه، تجي علامه شابه. وثاني كما نقولوا حنا يساعد الخميره باه تطلع لكم باه العجينه تاعكم تجيكم شابه وتجيكم هشيشه وتجي مليحه. هذه هي. ولكم درت مغرف تاع سكر تاع اكل، وراح نزيدو مغرف تاع خميره الخبز كما راكم تشوفوا. زدت شويه البنات على خاطر كاين البرد، راهو البرد كما نعرفوا راه البرد وليام بزاف بزاف، تقول رانا في الشتاء. المهم البنات هذه هي. ونزيدو 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع زيت. وما تنساوش البنات كيس تاع خميره الحلويات، هو اللي راح يعطيكم الهشاشه في العجينه تاعكم، كيما يعطيها لكم في المسكوتشو ولا في الكاطو، ولا شتو كي ينتفخ داك الكاطو ولا داك المسكوتشو ويجي مهوي ويجي هشيش ويجي شباب. هاكينا نفس النتيجه يعطيها لكم في العجين تاعكم كي تكونوا ديروا في مخبوزات كيما هكا، سوفلي البنات ولا بيتزا هاك، ولا ماذا بكم ديروا ذاك كيس تاع خميره الحلويات، راح يعطيكم نتيجه بزاف شابه للعجينه تاعكم. درت حبه بيض ثاني البنات كما راكم تشوفوا. الملح اكيد ما تنساوش الملح البنات، عينك هي ميزانك. انا نعرف ندير الملح بيدي البنات، ما نعرفش نديرها بالمغرف. درك نجيبوا كاس تاع حليب يكون دافي. اذا ما عندكش الحليب ديري غير بالماء، خلطي العجينه تاعك لميها بالماء البنات، ديروا الماء غير بشويه حتى تلمي العجينه تاعك. انا هنا كان عندي شويه تاع حليب البنات، قيس كاس زدت عليه الماء كيما هكا. هنا راه حليب مخلط مع الماء، زدت عليه الماء البنات وبديت غير بشويه بشويه ونعجن في العجينه تاعي حتى لميتها. هذه هي البنات. شوفوا الملح البنات، انا قلت لكم نعرف نديره بيدي، مستحيل ندير الملح نديره في اي حاجه، مستحيل ندير الملح بالمغرف. هذه نبقاو البنات كيما هكا ندخلوا كامل ذوك المكونات في العجينه، ندخلوا هكا مع بعض، نلموها مليح مليح البنات ونقطوها ونخلوها تريح بجهه كيما هكا. غنبداو النتائج البنات تاع كيما نقولوا حنا النتائج تاع الابتدائي وتاع السانكيام راهم بداو يبانوا. ماذا بكم البنات تتهلاو في وليداتكم كيما نقولوا، ما تقهروهمش ما تجرحوهمش. شوفوا اللي جاب ولدها نتيجه هذيك اللي بغاتها، وحتى الطفل هذيك اللي بغاها يفرح ويفرحك. اذا جاب وليدي نتيجه نحمد ربي ونشكره، واذا ما جابش ولدي نتيجه كيما نقولوا حنا مليحه ولا نتيجه مرضيه، ها هي المهم كيما نقول حنا جاب يطلع لك العام ما يعاودش. واذا ولدك عاود العام البنات
اياكي ثم اياكي تجرحيه قدام كيما نقولوا حنا قدام خاوته ولا تجرحيه قدام ولاد العائله. هنايا البنات شوفوا راه لاصوص تاعي راهي طابت. هنا راح نميكسيها كيما هكا، خلاص راهي خثرت. هنا البنات راهي شابه كيما نقولوا حنايا عاقده ومليحه. ميكسيتها كيما هكا وخلوها تبرد، خلوها تبرد البنات من بعد ما تخسر لكمش العجينه تاعكم. هذه هي. كان عندي داك شويه تاع الفلفله البنات ثاني كونجلي، انا درته في مقله، درت له زوج مغارف تاع زيت، قلت غيبه يروح لهذاك هذاك لاكلاص البنات يروح منها. قليتها هكا شويه ومن بعد صفيتها وراح نديرها في البيتزا تاعي. هذو هما الصوالح البنات اللي راح نستعملهم. عندي لاصوص وعندي شويه داك تاع الفلفله، عندي زيتون اسود، عندي شويه تاع الفرماج، وعندي باطه تاع طون صغيره البنات، عندي غير وحده. هادو هما اللي راح نديرهم. شوفوا هنايا الطون هذاك البنات درته في لاصوص هكا باه يكفي، باه يجيني يعني كاع يجي متساوي، ماشي وحده ندير لها وحده ما ندير لهاش. وهذيك لاصوص اللي راني نحتها بجهه البنات الاسحاقو ما يبغيش الطون، ما يبغي الطون، ما يبغي سردين، ما يبغي حتى حاجه. كاع الصوالح تاع البحريات كيما نقولوا حنايا ما يبغيهمش. واللحم البنات ثاني ما يبغيش ياكله لي. الدجاج قليل 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 وين يغلط وياكل شويه، يعني عشبي ولا ما نعرف كيف يقولوا لها. موش. هذه هي البنات. المهم كاع الصوالح تاع الماكله تاع اللحم ولا هذوك الصوالح ما يبغيش ياكلهم لي. هذه هي البنات. كيما قلت لكم هنا العجينه تاعنا راهي خمرت، خليناها تريح شويه ومن بعد نبداو نحلو فيها، يعني حسب دائري، حسب الصينيه تاعك ولا حسب كيما هذه البنات. هذه اللي درتها في سني قالك اسحاق وديري لي وحده كبيره، قلت لها خلاص تايا الاول نبدا بيك نديرها لك هنايا. قلت لكم لاصوص تاعها راهي عاديه ما فيهاش الطون، ويعني والتزيين ولا شا عندك هكا ديري فيها حسب اللي عندك، حسب اللي موجود عندك في الدار البنات. قادر ديري قطع تاع دجاج كيما هكا ستار تاع الدجاج البنات تقطعيه وتقليهم وتوجديهم بعد ديريهم هنايا. ديري زيتون الاخضر ثاني البنات تقدري ديريه، تقدري ديري الكاشير، تقدري ديري الباتي، تقدري ديري اي حاجه البنات اللي موجود عندك في الدار. فرحي بوليداتك وديري لهم الحاجه، ماشي شرط يعني تقلدي كيما نقولوا حنا، ماشي شرط نديرها كيما الشيف فلان ولا الشيف فلان ولا شت فلانه دايره فيها بزاف ودايره هاك ودايره هاك. لازم انا نديرها غير بحاجه قليله البنات، وديروها وفرحوا وليداتكم. وعلى بالنا باللي ولادنا يبغوا هذا الصوالح يموتوا عليهم. هذه البنات هذه الاخرى البنات اللي لاصوص اللي فيها الطون البنات راح نديرها هكا في شوفوا درتها كبيره على حالها في السني تاع الميتره هكا باه نطيبها ضربه واحده. هذه هي خياتي. كما كنا نهضروا على الذراري البنات تاع والنتائج، قلت لكم ما تجرحوش وليداتكم خاصه قدام ولاد العائله، يعني قدام ولاد الخوال ولا ولاد العموم ولا ولاد الجيران، ولا يعني ما تطيحيش بولدك ولا بنتك وما تجرحيش وما تخليهمش يضحكوا عليه. هذه البنات راه اخطر حاجه، اللي الام تقعد في جماعه وتخبر تقول انا ولدي ما داش مليح ولا انا ولدي ها شوفوا ولا، ويبقاو الامهات الاخرين يضحكوا عليه وغير عليه. علاش تو حنا النساء كيطلقوا نسالاتهم في الجماعه ربي يجيب الستر برك، يبداو يضحكوا عليه البنات وحتى ولادهم. اذا لعب معاهم مسكين كيما نقولوا حنايا يضحكوا عليه ويزعقوا عليه، واذا هاكا حتى يتجرؤوا حتى يظلموه وهو ما يهدرش. علاش؟ على خاطرش صاي كيما نقولوا حنا نفسيته راهي تهزمت. مادام امه ضحكت عليه في الجماعه وهدرت عليه خلاص هكا راح تنحي لولدك الثقه في نفسه البنات. اياكم كيما نقولوا حنايا وتخلوا الناس ولا تخلوا كما نقولوا حنا ولاد العائله ولا تخلوا يضحكوا على وليداتكم بسبب النتائج الدراسيه تاعهم. هنا راح يزيد يتفاقم الامر وراح توصل بكم كما نقولوا حتى للتسرب المدرسي، ولا خلاص الطفل يولي موش باغي يقرا ويغبنكم بزاف بزاف بزاف. على هذا غيبينك بين روحك استدركي الامر، وغيبينك بين روحك فهمي علاش ولدك كما نقولوا حنا ما جابش نتيجه ولا علاه طاح كما هكا، وتستدركي الامر. وباذن الله عز وجل ان شاء الله كيما نقولوا حنايا المره الجايه ويجيب نتائج مليحه. هذيك اللي بقات البنات العجيجه قلت لكم العجينه اللي بقات البنات حلتها ايناس غير هكينا، يعني شكل دائري مخربط. قلت لها ديريها غير هكينا دائري وعمرتها ودارتها طيب، يعني العجينه التاليه كما نعرفوا التاليه خلاص تكوني كرهتي وتكوني من ذاك الحل ومن ذاك الزواق ومن ذاك. هذه هي البنات. شوفوا البيتزا هنا تاعنا كيفاه جات شابه وجات تشهي البنات وجات ما شاء الله.
والعجينه هذه تقطع لكم كميه لاباس بها البنات، تاكلي وتوكلي كيما نقولوا. البنات باش تجيكم البيتزا تاعكم مليحه ما تشحيش في لاصوص، كي ديريها فوق العجينه ديري كميه لاباس بها هكا باه تجيك طريه وتجيك زينه. وثاني الفرن تاعك لازم يكون حامي البنات، يكون سخون، ما تخليهاش تطول في الطياب هكا باه ما تيبسلكش العجينه ومن بعد تجيك قاصحه وما تجيك الزينه. هذه هي الفيديو تاعنا البنات لنهار اليوم، وهذه هي طلة اسحاق لنهار اليوم. نتمنى طلة خفيفه ظريفه عليكم. في الفيديو الجاي ان شاء الله.